السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. النهاردة هنحكي لكم قصص حقيقية من حكاوي المستمعين، حكاويكم انتوا. نبدأ القصة الأولى ونقول بسم الله. حكاية عم حسن. عم حسن كان فلاح بسيط من قرى من قرية من قرى الدلتا. في ليلة من الليالي وهو راجع من الغيط متأخر، سمع صوت حد بينادي عليه باسمه. بص حواليه ملقاش حد، لكن الصوت كان واضح وجميل. من غير ما يحس لقي نفسه ماشي ورا الصوت لحد ما وصل للترعة. هناك شاف بنت جميلة واقفة بتبتسم له. فجأة حس بخوف شديد وجري على بيته. من ساعتها وهو بيحكي للناس عن النداهة اللي ندهته. القصة التانية، قصة محمود. محمود كان شاب من صعيد مصر، معروف بشجاعته. في ليلة وهو ماشي جنب النيل سمع حد بينادي عليه. لما قرب شاف ست جميلة لابسة أبيض. حاول يقرب منها لكنها اختفت فجأة. بعدها محمود بقى بيتجنب يمشي لوحده بالليل. القصة التالتة، تجربة أم محمد. أم محمد ست كبيرة في السن، ساكنة في قرية صغيرة. بتحكي إنها في شبابها كانت راجعة من بيت جارتها بالليل وسمعت حد بينادي عليها. لما دورت شافت ست جميلة بتشاور لها. أم محمد خافت وقررت تجري، ومن ساعتها وهي بتحذر الناس من النداهة. القصة الرابعة، حكاية علي. علي كان راعي غنم في إحدى القرى. في ليلة وهو بيدور على خروف ضايع منه سمع صوت حد بينادي عليه. لما مشي ورا الصوت لقى نفسه قريب من بحيرة صغيرة، وهناك شاف ست جميلة. قبل ما يقرب منها افتكر حكايات النداهة وجري بسرعة. القصة الخامسة، قصة فاطمة. فاطمة كانت بنت صغيرة، بتحكي إنها وهي راجعة من المدرسة سمعت حد بينادي عليها من جنب الترعة. لما قربت شافت ست جميلة بتضحك ليها. فاطمة خافت وجريت على البيت وحكت لأهلها على اللي حصل. القصة السادسة، تجربة سالم. سالم كان صياد، وفي ليلة وهو بيصلح شبكة جنب النيل سمع